بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يعني احنا هنا في منطقة المنصورية. منطقة المنصورية غنية عن التعريف. بنصور في فيلا 2 فدان وكام ايراد يا جماعة؟ 2 فدان وكام؟ واربعة ايراد. تمام. الفيلا على الاسفلت على طول اهي، هي دخلتها اهي. الفيلا اللي عاملها شهاب مظهر، بس هي مهملة، يعني صاحبها مش ساكن فيها وسايبها مهملة ما بيصرفش عليها. ادي سور الفيلا اهو، اللي باين ده المبنى اللي هو بتاع السواقين وبتاع الناس اللي مقيمة في الفيلا. ادي دخلت الفيلا اهي، وادي الاسفلت اهو. تمام. آه الفيلا ممتازة رائعة، وسعرها زائد اللي هيتصرف عليها هي تجيب اكتر منه. ادي دخلت الفيلا اهي، ادي المبنى بتاع العمال والسواقين، ادي غرفة نوم اهي، دي اول غرفة اهي، ودي غرفتين يعني مطبخ حمام اهو، وادي غرفة وادي غرفة وادي الجنينة اهي. الدنيا مهملة من ناحية مهملة، دي مفيش كلام ومفيش خلاف عليها. ادي الكهرباء اهي، وده غرفة برضو بس صغيرة. تمام. دي الفيلا اللي عامل التصميم بتاعها وعامل تصميم الجنينة شهاب مظهر. طيب هنخش نصور الجنينة وبعد كده هصور لكم الفيلا من جوه. ده جراج يساع حوالي 4-5 عربيات. اللي هناك ده ملعب برضو هنروح له نصوره. ادي 1 2 3 4 5 عربيات. الجراج ده يساع 5 عربيات. الفيلا هتصرف بس مع سعرها هتبقى موفية ومكفية ان شاء الله، هيبقى سعرها ممتاز. كان في حاجات كتير جدا في المنصورية واتباعت واتخطفت. فانا عايز اقول ان الحاجات اللي في المنصورية لو ما خدتش فيها قرار سريع بتخلص، ما بتعرفش تعوض. ده الجار اهو. على فكرة الاراضي اللي جنبك دي ممكن تاخد معروضة للبيع، يعني ممكن تاخد منها جزء اللي صاحب النصيب يعني. ادي الجنينة وادي البول وادي الفيلا اهي. الجنينة سيبك من المنظر اللي هي فيه ده، دي اسهل حاجة في الموضوع، يعني الجنينة اسهل حاجة في الموضوع. والشجر اللي فيها مثمر مع الاهمال، بس الشجر اللي فيها مثمر اهي. الفيلا ملفوفة بسور، جزء طوب وجزء اللي هي الحديد. السور اللي فيها لوحده يتكلف مبلغ وقدره دلوقتي يعني ما شاء الله. شجر حتى شجر اليوستفندي اللي فيها محمل، وفيها شجر مانجا، وادي نخله اهي، وده الجار، وادي الخدمات بتاعت البول، ودي الفيلا اللي عامل التصميم برضو شهاب مظهر. طيب هنكمل بقيه الارض اهي. المساحه ما شاء الله ممتازه، يعني 2 فدان و4 قراريط ممتازين. البول برضو عايز صيانه، هي عايزه تتنكت من الاخر كده، هي عايزه تتنكت اهو. البول اهو، البول اللي فيها اوفر فلو يعني متكلف، وبرضه الصيانه بتاعته هتبقى يعني مش مكلفه قوي، لان كل الصيانه اللي فيه لها السيراميك هيتغير اهو. وادي الخدمات اهي بتاعت البول. ادي بقيه الارض تزرع فيها اللي انت عايزه. الارض تكاد تكون سمرة اهي اهي.
فيلا ممتازة وأرضها ممتازة. الأرض دي كلها ممكن تستفيد بيها بزراعات. الأرض بتاعت المنصورية حلوة جميلة وتربتها حلوة، والزرع اللي فيها بيطلع طعمه حلو. استفندي بقى، مانجا، فول سوداني، كل الحاجات دي بتطلع انتاج حلو، طعمه حلو كمان، مش عمليه حلو بس، هو طعمه حلو. ادي الجار اهو، وادي الارض اهي، استفندي اهو طارح. هي محروته شكلها، تقريبا كان هيزرعوها حاجه. اللي قدام ده ملعب برضو عايز صيانه. الفيلا تفاصيلها كتير وبرضو عايزه صرف، بس مع سعرها ان شاء الله تكفي وتوفي. اهي فيلا، ادي ظهر الفيلا من ورا اهو، وده مبنى برضو ممكن يتصان، وده البير اهو بتاعها اهو. ادي الملعب اهو، وادي المحول الكهرباء الخاص بالفيلا. مش عارف الغرفه دي بتاعت ايه، دي شوايه اهي. ادي الفيلا، هصور لكم الغرف بتاعت خدمات البول. ادي البول اهو، ادي الفيلا من الجنب برضو. طيب ادي المبنى اللي بيخدم البول، ده بار للمشروبات الحسنة يعني. وادي غرفة الحمام بتاعها، ممكن تتعمل دي غرفة ملابس، واحدة رجالي وواحدة حريمي. اهي دي غرفة بالحمام ودي غرفة بالحمام. وادي البول اهو، وادي الجنينة، وادي الفيلا من الخلف اهي. الفيلا اهي من الخلف، هنجيبها من عند البول. ادي الفيلا والبول بتاعها اهي. طيب نخش نصور الفيلا من جوه. اهي الفيلا على الاسفلت، يعني من اول ترعه المنصوريه او الاسفلت بتاع المنصوريه لغايه جوه الفيلا اسفلت، ما فيهاش حاجه مدقات خالص. الطريق بتاعها ممتاز. ادي الفيلا اهي من الجنب، ده معمول حجر. الحجر ده لو خد وش هيبقى ممتاز، يعني في ناس بترممه مخصوص. ادي دخلة الفيلا اهي، اهي دخلة الفيلا اهي. دي 1 2 4 5 6 7. ادي السلم اللي بيطلع على الدور العلوي. طيب اول ما نخش شمال هنا دي غرفة، ممكن تتعمل مكتب، ممكن تعمل غرفة للضيوف. طيب ادي ريسبشن اهو، ما شاء الله الله اكبر عليه، ريسبشن كبير جدا اهو ممتاز. بيبص على البول وبيبص على الجاردن. وادي حمام اهو. طيب وادي تحت السلم فيه حمام، ادي حمام اهو. وادي غرفة، ده المطبخ، ده المطبخ بتاع الفيلا. المطبخ بيطلع على الريسبشن، مطبخ كبير جدا جدا. وادي غالبا دي غرفة الناني اهي، دي غرفة الناني اهي. وادي الحمام بتاعها. المطبخ مساحته ما شاء الله الله اكبر كبيرة جدا.
ده الباب اللي بيخرجنا على الجنينة، ودي مفاتيح الكهرباء. هنخش من هنا اهو، طلعنا على الريسبشن، وادي الحمام بتاع الضيوف. تمام. طيب ادي سلم 2، نبتدي نطلع فوق. ادي السلالم اهي، السلم بتاعها شيك قوي اهو. سلم متكلف بصراحه. طيب اول ما نطلع هنخش على الشمال هنلاقي غرفه حمام. ادي غرفه اهي اهي، وهي فصل الكهرباء دي لو نورت هتبقى حلوه. وادي الحمام اهو، اهو مكان الحمام. وادي حمام تاني اهو، وادي الغرفه التانيه. ده يعتبر جناح لوحده، جناح لوحده اهو. الريسبشن اهو تحت. طيب نطلع سلمتين فوق اهو، ادي ريسبشن تاني بيخدم جنبه جناحين. ادي غرفه اهي، معلش الكهرباء ضعيفه. ادي غرفه ماستر بالحمام بتاعها، ودي غرفه ماستر بالحمام بتاعها. وادي الريسبشن الناحيه الثانيه. ادي الحمام غرفه ماستر كبيره برضه، دي غالبا فيها تراس بيبص على الجنينه. وادي الغرفه الرابعه برضه ماستر اهي. وادي الحمام بتاعها اهو. ونخرج من هنا على التراس. التراس بيطلعنا على ده مقفول تقريبا. ده بيبص على الجنينة اهو، على الجار، بيبص على البول اهو. ماشي. ادي الخدمات وده التراس. طيب هنطلع فوق بكده 4 غرف ماستر، وغرفتين برضو يعتبر بيخدمهم حمامين او حمام. كده نطلع على الدور الاخير اللي هو يعتبر الدور الثالث. وده فيه دي مخزن، متجيش الا مخزن، ودي برضو مخزن، يعتبر مخازن يعني، عشان الفيلا واخدة الشكل الهرمي اهو. ده خزان اهو. كل دي مساحات ممكن تعتبرها مخازن اهي. وادي الفيلا من فوق. ده الدور الاخير. ببدأ يخرجنا على تراس. تمام كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب تكون العرض عجبكم. هو عرض ممتاز بس عايز يتعدل ويتظبط. دي ممكن مخازن، ودي ممكن بقى تعمل ليفنج، قاعدة، ترابيزات بينج، ترابيزة بلياردو يعني. دي غرفتين، كل غرفة جنبها حمام. وادي مخرج الباب بتاع الفيلا اللي دخلنا منه. كل ده الكلام ده هيصرف، بس مش هيصرف كتير يعني. الكلام ده كله هيصرف بس مش هيصرف كتير. ناخد بس لقطة من الفيديو.
تمام. يعني كده بس اهو. اخد لقطة للفيديو كده وتكون وصلنا للفيديو. معاكم اشرف فهمي من مزارع واراضي للبيع في مصر. موبايل 010 61 10 55. فضلا وليس امرا، اللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك فيها ويفعل زر الجرس ويعمل شير. شكرا، سلام عليكم.